الفترة دي بقينا نشوف ناس كتير قوي مصطنعة، ناس كتير قوي ما بتعيش حياتها، هي بتعيش حياة هي شايفاها في ناس قصادها علشان يوصلوا لان هما بيبقوا صورة مزيفة. بقينا في وقت لو انت مش شبه الكل تبقى اقل، ولو مش بتتكلم بطريقه معينه تبقى دقه قديمه ودمك تقيل، مش بتلبس زي البلوجرز يبقى ما بتفهمش وما عندكش ذوق، ولو مش بتمشي على الترند يبقى انت انسان غريب ومش فاهم اي حاجه. احنا اتعلمنا نلبس اللي يرضي الناس مش اللي يريح، اتعلمنا نضحك وقت ما احنا موجوعين عشان الناس يقولوا علينا ايجابيين، وبنستخدم كلمات اصلا مش بتاعتنا عشان نبان ان احنا كول وكده، وبنتكلم مع بعض بتعالي عشان يتقال علينا ان احنا جامد. بس انت لو بصيت للحقيقه وبصيت لنفسك بجد هتلاقي نفسك ضعيف جدا، هتلاقي ان انت مش مرتاح، انت مش مبسوط. البنات والشباب بقوا بيلبسوا لبس مش شبههم، واوقات كتير احنا بيعدي قدامنا حد احنا ما بنعرفش الفرق هو ولد ولا بنت، واللبس لازم يبقى براند وغالي مش عشان اللبس مريح، لا علشان انا لازم البس زي البلوجر ده، او انا لازم اكون عامله كذا، او انا لازم ابقى لابسه على الموضه. ووصلنا لمرحله ان احنا بنعمل حاجات بس علشان نصورها مش عشان احنا مبسوطين بينا. حياتنا كلها بقت عباره عن انا بعيش حياه حد غيري، انا بصنع ضحكه مزيفه، بصنع حياه مزيفه لنفسي، بصنع صوره مزيفه لنفسي. وكل ده ليه؟ علشان احنا بنخاف نبان مختلفين، وبنخاف نبان على طبيعتنا عشان الناس هتقول علينا ايه؟ هتقول علينا ان احنا رجعيين، هتقول علينا ان احنا مملين مثلا. بس اللي انا حابه اقوله لكم ان انت مش مضطر ان انت تلبس براند مش بتاعك، او ان انت تحلق حلقه معينه لحد معين، انت مش مضطر تعمل حاجه مش شبه، ولا انت مضطره تحطي ميك اب في 3 ساعات عشان تخرجي ربع ساعه. مش مضطرين تكونوا مصطنعين عشان تلفتوا الانتباه، ان كل ده بيسبب ضغط وبيعمل حمل فظيع. كل يوم وكل خطوه بناخدها بنبعد فيها عن نفسنا اكتر وبنكره نفسنا اكتر، وبترجع في الاخر وتسال انا ليه تعبان، انا ليه مش مرتاح، انا ليه حتى وانا حواليا الناس دي كلها مش مبسوط، ليه كل حاجه ملهاش طعم. السبب علشان انت بتتصنع كل حاجه في حياتك وكل حاجه انت بتعملها. وهنا بنوصل لمشكله ما بتبقاش واضحه في الاول، وهي الجانب النفسي. وصدقوني الجانب النفسي الموضوع ده خطير جدا، لانه بيسبب توتر مستمر وقله ثقه دايمه بالنفس، ودايما بتبقى حاطط نفسك في مقارنات مع غيرك. وصدقوني ناس كتير جدا بتوصل للاكتئاب، احيانا بيوصلوا لمرحله ان هم يحاولوا يعوضوا عن النقص اللي هم شايفينه مع انه ما بيكونش موجود ولا حاجه بطرق غلط كتير جدا. ما ينفعش ان انت تمشي ورا المجتمع، ما ينفعش ان انت تمشي ورا الترندات، ما ينفعش ان انت تمشي ورا البلوجرز، لان هم ناس مجرد بيعملوا اعلانات، انت ما تعرفش اصلا حياتهم الحقيقيه عامله ازاي. الترند اللي طالع ده انت ما تعرفش حياة اللي عمله اصلا عامل ازاي. اللبس البراند لو مش مريحك ما تلبسوش، في حاجات كتير قوي انت تقدر تعملها وتكون مرتاح فيها غير انك تكون شخص غير. انت مش مضطر تبهر حد، مش مضطر تبقى نسخة من اللي حواليك، لان اللي هيحبك زي ما انت بطبعك. فكون حقيقي، كون انت، حب نفسك وحب حياتك، وخليك واثق ان الناس اللي انت بتقلدهم دول حياتهم كلها عبارة عن تمثيلية. واخيرا حب نفسك، لان اللي هيحبك من غير فلتر. سلام.